ايه اللي يخليك تدفع 14,000 جنيه ولا 28 ولا 30,000 جنيه لما ممكن تدفع 500 جنيه توصل لنتائج افضل من ال 14 وال 28 وال 30,000 جنيه اللي انت هتدفعهم في الاوزمبيك او المونجار؟ ايه اللي يخليك تدفع كده؟ النهارده لما تيجي تقول لي انا هدفع 14,000 جنيه ولا 28,000 جنيه ولا 30,000 جنيه ايا كان، يبقى لازم ان انا هستخدم الحاجه دي، مش هغير عاداتي، مش هلتزم بدايت، مش همارس رياضه. ولكن الموضوع بيحصل العكس، انك بتستخدم الحاجه وبرضه بتلتزم بنظام غذائي. في ناس منكم بتمارس رياضه. طيب تعالى بقى اوفر لك كل الكلام ده كله واقول لك يعني ايه تستخدم كورس يخسسك بجد بدون مخاطر 1% على صحتك. طبعا انت هتقول لي انت كذاب وبتقول لي كده عشان تبيع لي الكورس. اولا انت مش بتاخد كورس، انت بتاخد بروتوكول متكامل، نظام غذائي متفصل ليك انت يساعدك انك تلتزم ويوصلك لهدفك. ده رقم 2، بتاخد الكورس اللي هنقول لك عليه بالجرعات اللي هنقول لك عليها وبتروح تجيب الحاجه بنفسك. رقم 3، احنا بنتابعك طول مده ال3 شهور. طيب انت تضمن منين ان كلامي بجد ولا كده؟ اقول لك حاجه، لو انت اخدت البروتوكول ده كله والتزمت بيه 100% وما وصلتش للنتيجه هتسترد فلوسك بالكامل، هتاخد 3 شهور على ال3 شهور بتوعك. حاجه تاني يعني هتاخد فلوسك وتبقى اشتركت معانا 6 شهور مجانا. بس لو وصلت النتيجه تصور فيديو زي ده وتطلع تقول الحقيقه انك انت ما دفعتش ازيد من 500 جنيه، في الاخر وصلت النتيجه افضل من 14,000 جنيه او 28 او 30. بتدفع الرقم ده عشان خاطر توصل لنتائج قويه، لانك انت معتقد ان ده السحر. في السحر. والحاجه اللي عايزك تفهمها وتتاكد منها ان حاجه بتكمل حاجه. يعني ايه؟ يعني انت الكورس بتاعك مكون من 3 حاجات ومفيش حاجه فيهم هتضر صحتك 1% فايده بس. ده صعب تلاقيه في منتج تخسيس. الناس مش بتتكلم عن الكورس ده لان ما تعرفش الكورس ده وما تعرفش تستخدمه ازاي، وده اللي احنا بنوفره. والكورس امان ومصرح بيه رسميا، يعني مش جايب حاجه من عندك، الكورس كله تابلت. من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، انت كل اللي هتدفع اشتراكك معانا، انما الكورس ده حسابه خارج الاشتراك. يعني الحسبه كلها باشتراكك معايا اقل بكتير من الارقام اللي انت هتروح تدفعها من 14 ل 30,000، وهتوصل لنتائج افضل بكتير من الحاجات اللي انت بتستخدمها اللي هي من 14 ل 30,000 جنيه. وهي دي الفكره. عشان ما نطولش، لو عايز تعرف كل التفاصيل ابعت لي رساله على الرقم اللي بتشوفه قدامك على الشاشه ده، هبعت لك كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها، ويلا بينا نعمل عظمه بجد مش كلام وخلاص. واللي منكم عارفني او متابعني عارف ان انا من الناس اللي بتهاجم المنتجات التخسيس لان معظمها تاثر على الناس، انما لما يكون في كورس مش بيأثر على الناس ومتجرب مع اكتر من شخص منهم ناس مقربه ليا جدا، اقول لك لا استنى بقى، استنى، الموضوع هيودينا في حته ثانيه. صدقني والله العظيم هتوفر على نفسك كتير جدا. وده اللي يودينا لنقطه ان ليه تشترك مع مدرب او متخصص تغذيه. انت مش بتشترك مع مدرب بس ولا متخصص تغذيه بس، انت بتشترك مع فريق متكامل، مدرب شخصي، متخصص تغذيه رياضيين، متخصص تغذيه علاجيه سمنه ولا حاجه. وغير كده بقى ان ده مجالي، ده غير ان في خبره 18 سنه في المجال ده. يعني عندنا المعلومه العلميه المبنيه على خبره 18 سنه اللي هتساعدك انك توصل لهدفك. هنا هنعرفك ازاي تستخدم الحاجه صح، ازاي توصل لنتائج في نفس الوقت ما تدفعش كتير. اهم حاجه انك لما تيجي تستخدم اي منتج يخسسك انك ما تتضرش، دي اهم حاجه، وده اللي احنا هنقدمه لك. لسه كان حد بيتكلم معايا ان اخوه استخدم منشطات وبيغسل كلى حاليا. اللي عايزك تعرفه وتكون متاكد منه جدا ان ده نتيجه استخدام المنشطات بشكل خطا ادى الى فشل كلوي، وده عشان خاطر الناس بتجازف بارواح الناس. انا ما بجازفش بصحتها، هوصلك لهدفك بامان بدون مخاطره، مش هتتضرر بنسبه 1%. وحاجه خلي عندك صحه بجد، مش واحد بيخس هزيل لو واحد نفخ فيه وقع. اتمنى تكون المعلومه وضحت للناس كلها، ولو مهتم ما تنساش تبعت لي رساله ابعت لك كل التفاصيل اللي محتاج تعرفها، قسما بالله ما هتندم. سلام.